المنتخبات المغربيه بالحظ عايش في عالم اخر. راهو الحظ يجيك مره ضربه، اما هذا من 22. راهو المغرب ديمي فينال كوب دي موند، المغرب بطل افريقيا تحت 23، المغرب ميداليه برونزيه في الاولمبياد، المغرب بطل العالم تحت 20، المغرب بطل الشان، المغرب يظهر لي بطل افريقيا في الكره النسائيه. المغرب 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 المغرب، والله كان هذايا كل حظ ينعطونا وين نمشيو حطوا جينا ولا الحظ هذوين ويا صح عليهم. انا تابعت منتخب المغرب من اول مباراه يا اخي، ما في لاعب ما عنده كنترول عالي، تسليم صحيح، استلام صحيح، ثقافه تكتيكيه، يعرفون يستقبلون اللعب. صغار كنا نقول المنتخب المغربي الاول محترف ولاعبين مميزين، صغار اليوم كنتروله اعلى من بعض اللاعبين المتواجدين في منتخبات اخرى. افضل كنترول من لاعب منتخب اول؟ لا، مهمه جدا. المدربين الكفاءه، ما في اي اسم من المدربين في المغرب يقود هذول الاسماء كلهم شايفينهم عزيزي المشاهد، كل واحد له انجاز مع فريق في فئته. يعني وليد الرقراقي هذا اشتغل في انديه وحقق انجازات وبطولات، قالوا له ابناء المغرب الف مبروك، الف مبروك. خلينا نشوف الفيديو الجميل ده. انا بحب المغرب بصراحه، وفي كاس العالم كنت بشجع المغرب، وصحيح ما شفتش البطوله دي خالص ولا شفت الماتش ده، لكن سمعت الخبر ان المغرب اخذت كاس العالم وتوجت بكاس العالم للشباب. اللهم لك الحمد، الحمد لحاجات كتير، لكن لانجاز المغاربه بالحصول على كاس العالم وان احنا ما خدناهوش. تخيل احنا في المرار الطافع ده كنا خدنا الكاس ده. كلنا فرحانين للمغرب، وكلنا يعني عندنا تقدير واحترام كبير جدا للمشروع المغربي، وعندنا تقدير واحترام كبير جدا لرجال المغرب المخلصين لبلدهم، وعندنا تقدير واحترام كبير جدا لفوزي لقجع، لان اللي بيشتغل بيلاقي نتيجه شغله. وخلي بالكم ان الشغلانه بتاعت الكوره شغلانه طويله الامد. يعني ايه شغلانه طويله الامد؟ يعني you are investing in process، يعني بتستثمر في التطوير. اي حاجه فيها investing في البروسيس معناها ان انت مش هتلاقي نتيجه قبلها الا بعدها ب5 سنين. ما تقارنش بالمغرب، ما تقارنش نفسك بالمغرب. ليه ما قارنش نفسي بالمغرب؟ وانا كنت فين من 15 سنه والمغرب فين؟ انا كنت فين والمغرب فين من 15 سنه؟ لا اقارن نفسي بالمغرب، ومش عيب ان انا ابص اشوف الناس عملت ايه وانا اعمل زيهم. ليه لا؟ الموضوع سهل، انت ما بتخترعش العجله. فالمغرب قدرت تكون سفير العرب في المحافل دي كلها. واحد شاف شغله كابتن ميدو وقدر يعمل ده. النهارده لما بتتكلم رميت البذره او زرعت، حصدت بعد سنين. لما تعمل اكاديميه محمد السادس في 2007 وتعيد افتتاحها في 2010، انا رميت البذره زمان قوي، عمال بحصد ده. اول حصاد لده كان امتى؟ زي ما حضرتك تفضلت، رابع عالم في منتخب الكبار 22، 23 بطل افريقيا تحت 23 سنه، 2024 وللاسف هي ذكرى سيئه لينا، برونزيه الاولمبياد على حساب مصر، 25 فجر امبارح، وهو فوز فريق منتخب الشباب ببطل عالم المغرب. فانت رميت البذره من اكتر من 15 او 20 سنه